وعليها نص بالعرض من هديه. فنزلت اشتر كتكوت. كنت قاعده كده انا والاسره الكريمه فبنتشاور فيما بيننا، لقينا كده الباب بيفتح لوحده. قلنا يا نهار ابيض، ايه ده في حرامي هنا ولا ايه؟ اتابي طلع سعد بيه زغلول داخل ماسك بطنه جاي تعبان وهفتان وبتعصب على الباب وقال داخل السلام عليكم. راح شد الكرسي وقعد عليه. قلنا له ايه ده يا ابني، انت جيت منين وجبت المفتاح منين اصلا؟ قال والله انا كنت جاي من البحيره كده ماشي، فبصيت لقيت نفسي تحت الباب عندكم. قلت يا سلام، تحت الباب ولا تحت البيت؟ قال لي ايوه تحت البيت. قلنا له يعني انت جاي من البحيره الاسكندريه ماشي ورجليك ما وجعتكش؟ قال لا، اعملوا لي اكله كده اروم بقى عشان انا هفتان وتعبان. راحت لنا كيلو لحمه ب 260 جنيه. قال لي خدي 2 جنيه وكملي عليهم 60 جنيه وهات. قلت له 2 جنيه ده انت من ايام الفراعنه ولا؟ قال لي مش جوزك فرعون؟ خدت بقى ال 260 جنيه وخدت بعض ورحت نازله كده. قلت الكلام ده بجد ولا بصحيح يا ولاد؟ اول حاجه بقى صلوا على النبي ولايك للفيديو شير كتير وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. رحت عند الجزار كده لقيت الراس الجاموسه متعلقه. قلت لها انت يا اللي معلقه كده؟ فبص لقيت فعلا اسعار اللحمه حقيقي. بصيت للراس ديت كده وقلت لها فرطوا فيك وضحوا بيك يا لوزه قبل العيد الكبير. قعدت كده ابص وادور على حته كده ممتازه عشان اكلها، عشان انا عندي مزاج في الاكل طبعا. قعدت ابص الفخده دي بقى من يمين لشمال، الفخده دي من شمال ليمين والفخده دي من فوق لتحت لحد ما التقيتها. عيني فورا اصطادتها. رحت رديت كده على عمو جزار. قلت له لو سمحت يا عم ممكن تديني الحته دي؟ قال لي من عين الجوز ومناخير اللوز. قلت له والله تسلم عينيك يا عم. راح بقى قطع لي حته كده انما ايه من الفخده، حته حمرا تستاهل بوكي والله العظيم يا بنت خالتي انت وهي. قلت له ما تديني حته كمان من الريش دي عشان اعملها ريش. قال لي من عينيا. راح قال لي خدي كده تصوري بيها عشان الناس كمان تشوفها تعرف ان احنا عندنا لحمه حلوه وجميل. قلت له من عينيا. خدها بقى وزل لي الحته اللي انا عايزاها واللحمه كانت ناعمه وطريه وكلها حنيه. وراح رصها لي كده في الطبق ولا رصه جاتوه. قلت له والله الله ينور عليك. اللحمه دي ب 260 وعليها نص بالعرض من هديه. خلي جزار يبقى في الشارع. واللي عنده من ده يطلع، واللي يصلي على النبي كسبان. روح بقى لففها لي كده ولا لفت هدايا ورحت عطيها له الفلوس. ويا ترى اللحمه عندكم ب 260 جنيه زي عندنا؟ واخده بعض ورحت طالعه جري خدت حته الفخده دي وطلعت اجري مع كيس اللحمه. قال لي خد هنا. قلت له اعمل مش مشكله، واللي يعرف الشارع بقى ده فين يروح يشتري اللحمه الرخيصه دي. رحت بقى مغيره الاوتفيت بتاعه ولابسه الاوتفيت بتاع اللحمه. ولقيت اللحمه بقى بعد ما جبتها وطلعتها كانت ايه فله شمس مزنهره. حطيت كده حته زبده وعليها حته سمنه وفصين حبهان وشويه فلفل اسمر ورقتين مره وبصلتين منشن بقى المرو وطماطميتين وحطيتهم كده في الحله وظبطت عليهم ساعه التمن 5 دقيقه. ورحت جايبه بقيت عشان انا قصيره ومش طايله ورقي ناشف. ورحت طالعه على الكرسي وماسكه لحمه مقطعه. قلت يا بت وعادي. قلت كده اما اديها شطفه على ما الشوربه دي تغلي واديتها شطفه عشان ما هنش عليها احطها من غير شطيف. شطفتها كده حطيت لها شويه بهارات لحمه رحت مقطعها وعطيها لك تحطي لي لك بقى بنت خالتي انت وهي. رحت جايه مناديه على بنت جارتنا الصعيديه بقى يثبتوا نفسهم في التعليقات. رحت قلت لها نزلي لي كده شويه رز هنا. قالت لي انت عايزه رز ازاي؟ قلت لها رز مصر اصيل انتاج البحيره. قالت لي عينيا. رحت منزلهم لي ورحت عامله لي بار. رحت داخله بقى كده على الحوض رحت واخدهم هوب دبل كيك شقلباظ مشقلطان في قلب بعضهم. رحت واخدهم 1 2 3 في قلب بعض ورحت غسلاهم ومصفيهم وعقبال ما تصفوا نيتكم انتوا كمان وتعملوا شير للفيديو ده. رحت جايبه اللبن كده وحطاه عليه ورحت حطاه في الفرن. قلت له روح الله معك. رحت عطيه له لايك. رحت بقى جايه على الحله نازله فيها بشويه شوربه ونازله بشويه ملوخيه. دي ملوخيه على طريقه الست الفلاحه المصريه. ورحت واخدهم واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت واديله اديله لحد ما لقيتهم على عيني. رحت جايبه الكزرونه بتاعتي حطيت فيها كزبره اخضره ورحت عامله بيهم الطشه بتاعت الملوخيه. الله كنت مستنياكم تبقوا معايا عشان تشموا الريحه. رحت بقى جايبه الصلصه بتاعت التقليه دي رحت حاطه حته تومه. ورحت بقى عامله شويه فله بالخل واللوم تستاهل بقك يا بنت خالتي انتوا هي والله العظيم. ورحت محمره اللحمه. وايه رايكم في تحمير لحمتي يا اولاد؟ ودخلت لها اعملوا له هي هناكل لحمه. رحت ماسكون باب العصايه ضربهم عشان ما بحبش الدوشه. رحت قلت لهم ادخلوا عايزاكم توضبوا لي المطبخ ده وتغسلوا المواعين عشان نغرفوا فيها الاكل. قالوا لي انت بتعاملينا معامله العبيد ليه كده؟ قلت لهم عشان انتوا عبيد اغسلوا يلا زي العبيد. قعدوا كده يغسلوا في المواعين. قلت لهم عايزاهم فله شمس منوره ولا فله شمس مزنهره. قالوا لي هنخليها لك شمعه منوره. ومين عنده بقى اطفال شطار زي دولت يا اولاد والاطفال احباب الله يا اولاد صلوا على النبي. وجابوا الاطباق بعد ما غسلوه وغرفت الاكل. شفتوا بقى اللوحه الفنيه يا اولاد اللي انا عملتها والله العظيم دي شيء فاخر من الاخر تستاهل بقك يا بنت خالتي انتوا. قلت للبت روح بقى اعملي لي ست الكريمه كوبايه شاي وهي رابطه راسها كده عامله لي فيها خدامه. وده شكل الاكل بعد ما عملناه ورصناه والله العظيم الاكل كان في حته تانية خالص يستاهل كرشك يا بنت خالتي انتوا وهي. وما تيجوا تتفضلوا معانا. ايه ده محدش شاف سعد بيه زغلول؟ قالوا لي ده راح فرح. قلت له مالوش نصيب بقى. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك وكومنت وشير وتتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.